قناة ميد سبورت تتمنى لكم رمضانا مباركا، كل عام وأنتم بألف خير. يزخر تاريخ المنتخبات العربية بالعديد من الأحداث واللحظات التي لا تنسى، سواء تحدثنا عن مشاركات وإنجازات في المحافل الآسيوية والأفريقية المختلفة أو بطولات عالمية ككأس العالم، كأس القارات، الأولمبياد وحتى كوبا أمريكا، إضافة للمباريات الودية وغيرها من اللقاءات المؤهلة للبطولات الكبرى. ويبقى من أبرز هذه الأحداث هي النتائج العريضة التي سجلت في تاريخ هذه المنتخبات، سواء بالفوز أو الهزيمة. وعن هذا الموضوع قررنا أن نعود للأرشيف في هذا التقرير الحصري من قناتكم ميد سبورت، حيث سنعرض لكم اليوم نتيجة أكبر فوز وخسارة في تاريخ كل المنتخبات العربية، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. منتخب جيبوتي. قبل 19 عاماً من الآن، وتحديداً عام 2001، تلقى منتخب جيبوتي أكبر هزيمة له في تاريخه أمام منتخب أوغندا، عندما خسر بنتيجة 10-1، بينما يعود أكبر فوز حققه لعام 1988 عندما انتصر على منتخب جنوب اليمن بنتيجة 4-1. منتخب موريتانيا. المنتخب الذي يعرف باسم المرابطون حقق أكبر فوز في تاريخه عام 2006، وذلك بعد التغلب على منتخب الصومال بنتيجة 8-2، فيما شهد عام 1972 أكبر هزيمة في تاريخ المنتخب الموريتاني، وكانت على يد غينيا بنتيجة 14-0 خلال تصفيات دورة الألعاب الأفريقية. منتخب جزر القمر. في العام الماضي حقق منتخب جزر القمر أكبر نتيجة فوز له على الإطلاق بعد التغلب على منتخب المالديف ب3-0 بدورة ألعاب جزر المحيط الهندي. أما أكبر خسارة بتاريخه فكانت عام 1979 أمام موريشيوس بنتيجة 6-1. منتخب الصومال. نتيجة 5-2 كانت هي أكبر نتيجة فوز في تاريخ المنتخب الصومالي الملقب بنجوم المحيط، وحققها عام 1985 ضد منتخب موريتانيا خلال دورة الألعاب العربية في نسختها السادسة. أما أكبر خسارة تعرض لها فكانت بنتيجة 14-0 في عام 1963 على يد منتخب كوريا الشمالية في إطار دورة ألعاب الدول الناشئة بإندونيسيا. منتخب لبنان. رجال الأرز حققوا أكبر فوز في تاريخهم عام 2001 أمام باكستان بنتيجة 8-1 لتصفيات كأس العالم. أما أكبر هزيمة فكانت بنتيجة 6-0، وتلقاها المنتخب اللبناني في 3 مناسبات. الأولى كانت عام 2004 أمام منتخب الصين، والثانية في عام 2011 على يد المنتخب الكويتي، فيما جاءت الثالثة عام 2011 أيضاً أمام منتخب كوريا الجنوبية. منتخب السودان. كان عام 1965 شاهداً على تحقيق منتخب صقور الجديان لأكبر فوز بتاريخه، عندما تغلب على منتخب عمان بنتيجة 15-0 بدورة الألعاب العربية. وبعدها ب14 سنة، أي في عام 1979، تعرض المنتخب السوداني لأكبر هزائمه على مدار تاريخه، وكانت أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 8-0. منتخب البحرين. الأحمر البحريني حقق أكبر فوز له أمام إندونيسيا عام 2012 بتصفيات كأس العالم، حيث انتصر بنتيجة 10-0، بينما كان عام 1966 قد شهد تلقيه الخسارة الأكبر له على الإطلاق على يد المنتخب العراقي بنتيجة 10-1 خلال منافسات بطولة كأس العرب. منتخب عمان. حقق منتخب المحاربين الحمر أو الأحمر العماني الفوز الأكبر له عام 2017 بنتيجة 14-0، انتصر بها على منتخب بوتان بتصفيات كأس آسيا.
أما الهزيمة الأكبر فتعود لعام 1966 أمام منتخب ليبيا بنتيجة 21-0 ببطولة كأس العرب. منتخب اليمن في تصفيات كأس آسيا لعام 2000 حقق المنتخب اليمني أو اليمن السعيد كما يعرفه مناصروه أكبر نتيجة فوز له في تاريخه بالانتصار على منتخب بوتان 11-2 فيما شهدت تصفيات كأس آسيا لعام 2004 خسارته الأكبر، وكانت على يد منتخب السعودية بنتيجة 7-0 في المباراة التي أقيمت بأكتوبر عام 2003. منتخب الأردن بحلول عام 2011 كان منتخب النشامة على موعد مع تسجيل أكبر فوز له بتاريخه عندما تغلب على منتخب نيبال بنتيجة 9-0 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014. أما خسارته الأكبر فكانت بنتيجة 6-0 وحدثت في مرتين، الأولى بتصفيات كأس العالم 2014 أيضاً وكانت على يد اليابان عام 2012، والثانية أمام الصين عام 1984 بتصفيات كأس آسيا. منتخب الكويت بالفوز على بوتان 20-0 عام 2000 بتصفيات آسيا سجل الأزرق الكويتي انتصاره الأكبر عبر تاريخه، فيما كانت الهزيمة أمام منتخب مصر عام 1961 في إطار منافسات دورة الألعاب العربية بنتيجة 8-0 هي خسارته الأكبر، وتكررت تلك النتيجة عام 2003 أمام المنتخب البرتغالي في مباراة ودية. منتخب ليبيا أكبر فوز للمنتخب الليبي المعروف بفرسان المتوسط كان على المنتخب العماني بكأس العرب عام 1966 بنتيجة 21-0. أما أكبر خسارة فكانت قبل ذلك ب13 سنة عندما خسر أمام منتخب مصر بدورة الألعاب العربية عام 1953 بنتيجة 10-2. منتخب فلسطين أكبر نتيجة فوز حققها المنتخب الفلسطيني أو الفدائي كما يلقب تعود لعام 2006 عندما حقق انتصاراً عريضاً على منتخب غوام بنتيجة 11-0 في بطولة كأس التحدي الآسيوي، بينما كانت أكبر خسارة تلقاها في عام 1953 على يد منتخب مصر بنتيجة 8-1 في دورة الألعاب العربية. منتخب سوريا أكبر فوز حققه نسور قاسيون كان بنتيجة 13-0 على منتخب عمان بدورة الألعاب العربية عام 1965 فيما سجلت أكبر هزيمة لسوريا بنتيجة 8-0 وتحققت في مناسبتين، الأولى ضد اليونان عام 1949 في مباراة ودية، والثانية أمام مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط عام 1951. منتخب العراق أكبر فوز لأسود الرافدين كان أمام منتخب إثيوبيا بنتيجة 13-0 خلال بطولة نظمتها الأردن عرفت ببطولة الأردن الدولية وأقيمت عام 1992. أما أكبر خسارة فكانت عام 1959 بنتيجة 7-1 أمام منتخب تركيا. منتخب قطر العنابي كما يحلو لعشاقه تسميته حقق فوزه الأكبر عام 2015 بنتيجة 15-0 على منتخب بوتان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، فيما كانت أكبر خسارة تعرض لها على يد المنتخب الكويتي بنتيجة 9-0 عام 1973. منتخب الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 حقق المنتخب الإماراتي أكبر نتيجة فوز في تاريخه على منتخب سلطنة بروناي بنتيجة 12-0، وكان ذلك في شهر أبريل 2001، وبعدها ب4 سنوات وبالتحديد في شهر نوفمبر من عام 2005 تلقى منتخب الإمارات أكبر هزائمه بعد الخسارة من البرازيل 8-0 في مباراة ودية. منتخب السعودية
تعود أكبر نتيجة فوز على الإطلاق حققها الأخضر السعودي لعام 2015 عندما فاز 10-0 على منتخب تيمور الشرقية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. أما أكبر خسارة تعرضت لها السعودية فجاءت أمام منتخب مصر في عام 1961 خلال دورة الألعاب العربية بنتيجة 13-0. منتخب المغرب في ظرف 4 أعوام فقط في ستينات القرن الماضي سجل منتخب أسود الأطلس أكبر نتيجة فوز وخسارة في تاريخه، حيث شهد 1961 انتصاره على السعودية بنتيجة 13-1 بدورة الألعاب العربية كأكبر فوز بتاريخه، قبل أن يخسر في أولمبياد طوكيو عام 1964 أمام المجر ب6-0 كأكبر هزائمه تاريخياً. منتخب تونس نتيجة 8-1 تعتبر هي أكبر نتيجة فوز أحرزها نسور قرطاج، وتحققت في مناسبتين، الأولى عام 1960 أمام منتخب تايوان، والثانية أمام جيبوتي عام 2015 خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017، فيما كانت أكبر خسارة لتونس بنتيجة 10-1 وحدثت أمام المجر في مباراة ودية عام 1960. منتخب مصر الفوز الأكبر للفراعنة كان في عام 1963 بنتيجة 15-0 على منتخب لاوس في مباراة ودية. أما الهزيمة الأكبر فكانت عام 1928 أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 11-3 في دورة الألعاب الأولمبية بأمستردام. منتخب الجزائر نختم ببطل أفريقيا، وجاءت أكبر نتيجة فوز بصم عليها في بطولة كأس فلسطين للأمم عام 1973 عندما انتصر بنتيجة 15-1 على منتخب اليمن الجنوبي. أما بالحديث عن أكبر خسارة تلقاها محاربو الصحراء فكانت على نهج منتخبي تونس والمغرب للهزيمة أمام منتخب المجر بنتيجة 9-2 في لقاء ودي أقيم عام 1967. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.